هاي من بقية أجدادك الأولين. زين. وهذول كل بني مالك الموجودين على راسي. زين. يسلمونك إياها أمانة. إن شاء الله. لأن هذا السلاح ما ينطيه إلا رجل شجاع. وأنت شجاع وسجلت موقف باسمي وباسم كل بني مالك. زين. وكل الخيرين أنه أنت تستحق أن تستلم سلاح الأجداد. لأن سلاح الأجداد هذا وقفوا به مواقف وطنية ومشرفة. سواء امتداد في معركة الشعيبة أو كوت الزير أو تل وبعران أو معركة 1920 اللي ظلت أثر خالد في تاريخ العراق، حررت العراق، وأنتم اليوم تخلصون العراق وتحررونه من الدواعش الأوغاد ومن شر قوى الإرهاب والتكفير. فأنت تستحق هذا السلاح بصراحة. بارك الله فيك ابو جاسم البطل. بارك الله فيك. بعد شوي. وانا اشكر عمامي بني مالك وانا خادم. الله يحفظك. تسلم يا بطل. تستاهل. بارك الله فيك. انت تستاهل وشجاع والله شجاع. سجلت موقف بطولي. هذا السلاح احتفظ به ان شاء الله مثل ما احنا احتفظنا به تاريخ، فانت احتفظ به لان تستاهله. ان شاء الله انت بطل من ابطال بني مالك ورجل يعني سجل التاريخ ليس فقط للعشيره وانما لكل العراق. ان شاء الله. عافية عليك وبارك الله فيك. وان شاء الله اكو احتفاليه راح تقام لك في بغداد يقيمها الحجي السيد المالكي وهو طلبك لهناك شخصيا، لان راح يكون احتفال بيوم النصر ويوم تحرير موصل، وانت راح تكون ان شاء الله حاضر ضمن هذا الاحتفال اللي تقيمه دوله القانون ويقيمه الحاج المالكي ابو اسراء زعيم ائتلاف دوله القانون. ان شاء الله. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك. شخصيا اراد بشكل شخصي قال انا اريد تجيبوا لي هذا المقاتل البطل الشجاع اللي انه سجل تاريخ له ولعشيرته ولأهله وللعراق، وهاي هي شجاعة العراقيين. طبعا لا يخفى على الجميع العراقيين كلهم ابطال واحنا نفتخر. زين. وشفنا المعارك اللي تخوضونها سواء من انه حضورنا في بعض الزيارات او من خلال ما ينقل، وبصراحه محل افتخار واعتزاز ودرس يسجل لكل العراقيين، بحيث انه شجاعتكم فاقت شجاعة الاجداد وفاقت شجاعة الجميع. هذا الى مدلولات والى معاني، باعتبار انت اليوم ابن المذهب والمرجعيه عندما اطلقت فتواها، هذا يدلل على انه اليوم العراق منتصر بفضل ابنائه، واحنا ثقتنا بكم كبيره والحمد لله. وهذا سلاح خاص مالي اهديك اياه. هذا سلاح لك خاص، سلاحي الخاص مني لك. بارك الله فيك. لا يستاهل ابو جاسم. يستاهل ان شاء الله يستاهل. مشكورين. يستاهل ابو جاسم. يستاهل ابو جاسم. والنعم. حياك الله. والنعم. بس صور الزين. انه شو اسمه انت مرات تلعب ان شاء الله احنا هي نفسه بعد ان شاء الله يوم او يومين حتى ناخذك ونروح. ان شاء الله.